بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بكم في فقره جديده من فقرات الكوره مع الجوكر. وطبعا يا اخوانا قبل ما نبدا فقرتنا ما تنسوش تدعوا لشهداء غزه، ربنا رب يصبرهم وينصرهم على من عاداهم ومن خذلهم ويرحم شهدائهم. طبعا كمان بننعي لاعب المنتخب الفلسطيني ولاعب طبعا فريق خدمات الشاطئ السابق وشباب رفح الفلسطيني اللاعب محمد السطري. طبعا اللاعب كان ملقب بميسي فلسطين لان كان لاعب مهاري وجميل، وربنا رب يرحمه. طبعا كمان بنهني طبعا فريق بيراميدز، بسم الله نبدا. بنهني طبعا فريق بيراميدز بيتوج بكاس القارات الثلاث بعد فوزه على الاهلي السعودي بثلاثيه مقابل هدف. طبعا وضع عايز تقول فيستون مايلي تقول، عايز تقول ابراهيم مايلي تقول، قول اللي انت عايزه. طبعا كانت مباراه حلوه، وضع هدف في الاهلي فرانك كيسي من ركله جزاء. المباراه كانت جميله وبيراميدز يستحق المكسب، والف مبروك لفريق بيراميدز. طبعا هنكمل بقيه الجولات. طبعا الجوله كانت مليانه تعادلات سلبيه. طبعا انبي بيفوز على الاسماعيلي بهدف عن طريق احمد العجوز. وطبعا هنتكلم يعني عن المباراه اللي انتهت بالفوز والتعادلات الايجابيه. البنك الاهلي تعادل مع وادي دجله بهدف لمثله. كمان سيراميكا كليوباترا بيفوز على فريق مودرن سبورت بهدفين مقابل لا شيء. طبعا ده الدوري المصري. طبعا يا اخوانا هنخش على الدوري الاسباني، لكن انا مش هتكلم عن المباراه كلها، هتكلم بس على الثلاث مباريات بتوع ريال مدريد واتلتيكو وبرشلونه. ريال مدريد بيفوز اداء ونتيجه على ليفانتي باربع اهداف مقابل هدف. كمان الروخي بلانكوس اتلتيكو مدريد، الفاريز بيقود اتلتيكو مدريد بريمونتادا جميله وبيفوز على فريق رايو فايكانو بثلاثيه مقابل هدفين. كمان برشلونه امس بيفوز على ريال اوفيدو بريمونتادا بثلاثيه مقابل هدف. تقدم ريال اوفيدو بالهدف الاول طبعا عن طريق خطا قاتل من جارسيا، خطا قادم من حارس المرمى. تعادل إيريك جارسيا في الشوط الثاني قبل ان يعزز التقدم اللاعب ليفاندوفسكي، ويضع رونالد اراخو في اخر المباراه الهدف الثالث. طبعا يا اخوانا هنتكلم على كاس ايطاليا، وطبعا ميلان يفوز على ليتشي. طبعا يعني المباريات بتاعت دور الثمانيه دور ال 16 في كاس الملك، حتى في كاس ايطاليا حتى الان ما اتعملتش لان في لسه مباريات ما اتلعبتش كتير. كمان هنتكلم بقى على كاس كارابو. برضه هنتكلم على مباريات اللي ابرز المباريات. ليفربول لعب امام القديسين او ساوثهامبتون زي ما بتقول، وفاز عليهم بهدفين مقابل هدف. طبعا ايزاك اول الاهداف، وضع اول اهداف ايزاك. كمان مانشستر سيتي بيفوز على هدرسفيلد تاون. فريق ارسنال فاز على بورتفيل. طبعا دي المباريات اللي احنا تابعناها واللي احنا اتفرجنا عليها. وبسم الله طبعا هنخش على بقيه المباريات. طبعا يا اخوانا الاسبوع الجاي ده كله مليان. يعني النهارده في مباراه في الدوري السعودي كلاسيكيه، الاتحاد امام النصر الساعه 9 بالليل. مباراه تبقى مهمه جدا طبعا بتعريف فارس عوض والناس اللي بتحب فارس عوض. كمان غدا باذن الله هيكون برضه في مباريات تقيله جدا. طبعا يوم الاحد ميلان امام نابولي، برشلونه امام ريال سوسيداد، وطبعا ديربي مدريد اتلتيكو مدريد وريال مدريد، وطبعا قمه الاهلي والزمالك يوم الاثنين. مباريات مهمه جدا، مباريات كبيره جدا. طبعا هنخش بقى على، مش عايز اتكلم عن التصريحات دلوقتي، انا بس هتكلم على تحليل مباريات الاهلي والزمالك. مباراه تبقى مهمه جدا، وطبعا هنلخص الكلام ده كله في دقيقتين اتنين. طبعا نادي الزمالك لعب 8 مباريات، احرز 12 هدف، دخل في مرماه 4 اهداف. نادي الزمالك. نادي الاهلي لعب 7 مباريات، احرز 11 هدف، دخل فيه 8 اهداف. يعني الدفاع عند النادي الاهلي فيه مشاكل كبيره كده. طبعا الهجوم حتى الان يعني الاثنين كويسين في الهجوم. طبعا يعني قلناها قبل كده، مباراه الاهلي والزمالك واقفه على الحاله البدنيه والذهنيه للاعبين خاصه. بالنسبه للجماهير اللي عايز يتوقع، وطبعا هي مباراه خارج التوقعات. يعني حتى الناس بتقول لك الاهلي مش في مستواه، لكن برضه دي مباراه ملهاش علاقه لا بمستوى ولا مش بمستوى. شفنا الكلام ده كتير في نادي الزمالك، ونادي الزمالك كان بيبقى احواله مش كويسه وبيفوز النادي الاهلي والعكس. لكن بنشوف الكلام دوت. طبعا الكور الثابته وتمركزات المدافعين للاسف، يعني الاثنين طبعا تمركزات المدافعين، حتى لو تتفرج على الاهداف اللي دخلت في النادي الاهلي ونادي الزمالك هنشوفها كلها 3/4 اخطاء دفاعيه وسوء تمركز. العمق الدفاعي عند الاثنين فيه مشاكل كتير، خاصه العمق عند النادي الاهلي. يعني لان طبعا كثره الاصابات في صفوف النادي الاهلي الدفاع. عندك اشرف داري، عندك طبعا ياسين مرعي كان قاعد فتره مصاب، برضه ياسر ابراهيم نفس الكلام. طبعا الباكات برضه
في النادي الاهلي هنشوف طبعا مفاتيح لعب. طبعا مفتاح لعب بالنسبه للنادي الاهلي هيبقى محمود تريزيجيه وبن شرقي الى وزيزو اذا جه. طبعا الزمالك بيعتمد على اخوان الفينا، ادم كايد، طبعا القادمون من الخلف زي طبعا ناصر ماهر، طبعا القطريات زي طبعا يعني الممتاز فيها عبد الله السعيد. فهنشوف خط الوسط خلاص يعني طبعا بالنسبه دونجا رجع خلاص، وحتى الان هنشوف بقى مصير محمد شحاته ايه، ومن الناحيه الثانيه هنشوف مصير زيزو ايه، لان امام عاشور مش هيلعب القمه رسميا. طبعا بنتمنى التوفيق للاثنين، بغض النظر مين اللي هيكسب هنقوله مبروك، والخسران هنقول له هارد لك. طبعا هنخش بقى على تصريحات طبعا مدحت شلبي بالنسبه للخطيب، وطبعا انه اتكلم عن التمارض والفيزا والكلام ده. طبعا يا اخوانا انا مع مدحت شلبي في جزئيه واحده بس، اللي هي حوار الخسائر الماليه للنادي الاهلي ماشي، انما الخطيب تمارض ما تمارضش دي حاجه بقى بينه وبين رب وكابتن مدحت. طبعا كلنا عارفين كابتن مدحت شلبي ده ماشي مع الرايقه، يعني لو شاف الدنيا مع الزمالك هيمشي مع الزمالك، لو شاف الدنيا رايقه مع الاهلي هيمشي مع الاهلي، ولو شاف الدنيا ماشيه مع بيراميدز هيمشي مع بيراميدز. ده بالنسبه لمدحت شلبي. فيعني احنا وانتوا تايهين على مدحت شلبي يا جماعه؟ ده بالنسبه لمدحت شلبي. طبعا يعني مش عايزين نتكلم، طبعا هنخش بقى على تصريح لسيد عبد الحفيظ، لان تصريح مستفز قوي الصراحه. طبعا سيد عبد الحفيظ بيقول لك ان نادي الزمالك هو استفاد من التحكيم واتحاد الكوره، وان الاهلي هو اللي بيحارب لوحده الفساد دوت. بجد والله يا كابتن سيكا انت بجد. طبعا يعني انا بالنسبه لي سيكا يعني بيمارس هوايته المفضله اللي هو البوم طخ. فبجد والله فين الفساد ده؟ فين المجاملات اللي الزمالك اتجاملها؟ يعني بجد بغض النظر فين؟ ده انت راجل هتخليني اعمل فيديو اخر الموسم بسبب الاخطاء التحكيميه دي للزمالك وللاهلي. حتى الان يعني مش عايز اتكلم على حته الاخطاء التحكيميه دلوقتي، نسيبها في اخر الموسم. طبعا ده بالنسبه لسيد عبد الحفيظ. طبعا في تصريح تاني قال لك انا ما ينفعش اهني بيراميدز لاني اهلاوي. بغض النظر اهلي زمالك، طبعا بيراميدز بيلعب باسم مصر. طبعا كمان اللي حتى الاعلام ما اتكلمش عليه قبل الماتش، يعني الاعلام حتى لما اتكلم عليه بعد الماتش نبذوا برضه ايه حته صغيره كده. يعني اعلامنا المحايد اللذيذ للاسف لسه زي ما هو. طبعا بغض النظر النادي الاهلي، حتى كمان اسامه حسني قال نفس الكلام. يعني ما اعرفش والله العظيم هو عشان اهلاوي ما تهنيش بيراميدز؟ يعني مع كل الاحترام والتقدير لاخواتنا الاهلاويه، يعني مش عارف والله بجد الازدواجيه هنفضل لغايه امتى في الكلام ده؟ وللاسف يعني السبب طبعا السوشيال ميديا والاعلام المحترم اللي احنا بنتعامل معاه. طبعا اتمنى يا رب ما كنتش تقلت عليكم، اتمنى يا رب طبعا نكون وصلنا لكم كل الاخبار. حافظ الله فلسطين، ونختم بخير الختام، والصلاه والسلام على رسولنا الكريم سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم منا خالص التقدير والاحترام. جمعه مباركه عليكم. السلام عليكم.